واخيرا وصلنا لنهايه 2017 يا عياضي. ما هو مصدق يعني بعد ماكو تقليل من رواتب الموظفين والتعيينات راح تصير ببلاش ومن دون واسطات. بس لا ما اريد تعيين، لين قبل يدزوني افاده لهولندا الروسيه ويقتلني البلد. اول شيء اسحب قرض من الحكومه فد 40 مليون واسوي مشروع كبير، والخير جاي اقول لكم سنه جديده يعني ميزانيه جديده. وزارة الكهرباء التسعير الجديدة لأجور استهلاك الطاقة المعمول بها حاليا بعد تنامي ظاهرة الهدر والتجاوزات على الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي والتي رافقها قلة في ساعات التجهيز. يرفع الدعم الحكومي عن الكهرباء وتصبح تحت رحمة مستثمرين. لجأت وزارة الكهرباء مؤخرا إلى خصخصة توزيع الطاقة لترشيد الاستهلاك. عم ترى الشاقه وياكم، لا اريد تعيينات ولا قروض، واستقطعوا براحتكم للموظف براحتكم عادي، واذا ترجعون على ميزانيه 2017 هو احسن. 3 مراحل مرت بها الدوله العراقيه الحديثه 2003، المرحله اللحميه والجلديه والعظميه. من 2003 الى ما اعرف ايش قد مصوا اللحم، ظل جلد وعظم. الحمد لله هسه مصوا الجلد، هسه راح يقطعون عظم. ما قلت لنا راس الباكه والكراعين شو وقت يطبخون قبل الانتخابات لو بعدها. خلي اللي من الصرف تطلع من البيت طفي القلوبات مخليه المشتغلات المن حتى ما طول المجمدل يضوج. او بالصيف اذا ارادوا يسافرون يخلون سبله مشتغل. ليش؟ على مود اذا اجى الكهرباء وانطفى يبقى البيت بارد. او محلات القصاصين ما يشدون اقل من 3000 قلوب، عيونك تقوم توجعك تقول معارض سيارات، وواحدهم اذا ارادت تجي الورقه يظل بس يبكي. وين المدير؟ رد طب للمدير، وخر عنه قل لك رد اشوف المدير وخر. هاي شنو هاي بابا؟ شنو هالهوسه هاي؟ والله العظيم حرام. ولكم ما تخافون الله النبي، ما تفكرون باكر وراكم موت. اعصابك اخوي اعصابك شويه اهدى، ايش دعوه العصبيه هاي؟ بعدين هاي شنو ايش لابس انت؟ دقطاطه؟ دقطاطه شنو؟ يعني لا هي قاط ولا هي دشداشه، شنو هالذوق المخربط؟ استاذ مو زين ما لبست الهاش من مال خالتك لان كهرباء ماكو بدلت بالضبط. بعدين ترى مو ذوق المخربط، شغلك المخربط. انا شلون حكي هذا؟ وشنو اللي ما عاجبك بشغلنا يابا؟ شنو اللي ما عاجبني؟ هاك شوف هاي ورقة الكهرباء مال هالشهر. اي تمام، بعد وين المشكلة؟ هاي مال هالشهر، وين المشكلة؟ المشكلة بالمبلغ المطلوب دقراج قد 398,000. بشرفك استاذ هاي سترة مال واحد يصرف كهرباء 398,000 دينار بالشهر. حرام والله حرام، حتى رب العالمين ما يقبل بهذا الظلم. لحظة يا اخوي اكيد اكو غلط بالموضوع. زين انت عندك مكيفات سبليت، اي عندي سبليتين و3 كوردينيشنات وكلهن شغل. ثلاجة هم عندك؟ عندي ثلاجة ومجمدتين وهم كلهن شغلها. تلفزيون اي عندي شاشة بغرفة الجهال وشاشة بالمطبخ وشاشة بالهول وشاشة بالاستقبال وهم كلهن شغل. صرفك هذا يعني هاي ورقتك ما بيها اي غلط، لا وجوز قليله بحقك. استاذ شلون ما بيها غلط اذا انا هذني كلهن رابطهن شطل من ورا الميزانيه، بس ما اقول غير الله ياخذ حقنا من عندكم، الله لا يعطيكم، الله لا يرزقكم، الله لا يعطيكم العافيه ان شاء الله. زين راي الدكتور حيدر العبادي بالخصخصه شنو؟ ايش يحتاج الانسان محدود الدخل حتى يعيش بشكل كريم؟ وزناه. ايه وش قد طلع وزنه؟ ايه وش وصلتوا؟ وصلنا تسعيره بحيث محدود الدخل ما يضغط عليه، يعني الضغط اللي عليه ما يعادل اقل من موبايل بالشهر. تعرفون الان اكو عائله ما عندها موبايل؟ يعني الجاب اذا اجى يطلب يشوف ميزانيه الكهرباء لو موبايلات العائله. ثاني شيء انت ما عندك نوع الموبايل، اكو صرصور ب 15,000 دينار وايفون اكس ب 1200 دولار. بعدين تعال اقول لك هي العائله كل شهر تشتري موبايل جديد منين؟ للنفط مرات بالرعايه. بس تعالوا خلينا نعرف شنو السر اللي خلاهم يخصخصون الكهرباء. الوزارة بتعاملها مع المواطنين ما تمكنت من استحصال المبالغ اللي بذمة المواطنين. احنا نعترف اننا لم ننجح في عملية الجباية في وزارة الكهرباء، لا سابقا ولا حاليا. اي حقك، شلون تنجح بالجباية ومنتسبي وزارة الكهرباء يجوز ما يتجاوزون 10,000 منتسب. لدينا 103,000 منتسب في وزارة الكهرباء. يعني وزارة الكهرباء وحدها تقدر تحتل دولة البحرين والباراغواي واسبانيا والكويت، لان مجموع جنود الكويت 46,000 والبحرين
43,000، والبرغواي 45,000، واسبانيا 113,000، وزاره الكهرباء 103,000. يعني مجموع رواتبهم يقدر 16 مليار موازنة تشغيلية صرفت رواتب لمنتسبي وزارة الكهرباء. طبعا يقصد 16 مليار دولار، ومع ذلك فشلوا. ادري يعني الوزاره تفشل والناس الملتزمه بدفع الاجور تتحمل فشلكم؟ يا اخي ليش تثقلون كاهل المواطن؟ ليس ما يثقل كاهل المواطن تسعيرة الكهرباء، لا تثقل كاهله، ليست هي التسعيرة من تثقل على كاهل الفقراء. فعلا مو تسعيرة الكهرباء من تثقل كاهل المواطن، اللي يثقل كاهل المواطن هي الزوجة. نعم الزوجة، لأن ما عندها هاك بس تجيب تقول صرافات. لا والله جوز الصراف الآلي تقدر تسحب منه. لا ولا طيب الموضوع يقول لك هذا ابنك ضعيف ومعلمين المدارس الحكومية ما لهم خلق، خلينا نسجل مدرسة أهلية. هي طبعا ضعيف. إذا أنت حارب موبايلك لو ملتهي تدورين موبايل زوجك خاف حاجة ويا وحدة غيرك مين يفتهم؟ وإذا أردت تتعطفين وتدرسين تتنكبين بكافة أسلحة المطبخ ونعال الحمام وخليته للطوارئ. ترجين المعلم يجي ويا طالب للبيت يدرسه ودربه يطبخ لك السبزي. وما يدخل كاهله ما يسدد لاصحاب المولدات، ما يسدد المواطن لاصحاب المولدات اللي كانت تثقل كاهله. احنا مع الفقير، مع دعم الفقير، احنا بدنا نعمل لصالح المواطن، بدنا نعمل لصالح المواطن الفقير. سوف تخلص المواطن من التزامات واعباء الدفع الى المولدات الاهليه. المفروض يسموها وزارة الأمومة والحنان، لأن تخاف على المشتركين أكثر من ما تخاف لقاء وردي على الدواء لكل إشارة بساحة الاعتصامات. بعدها التسعيرة الجديدة شنو عن الوحشة؟ التسعيرة هي تسعيرة مخفضة وتسعيرة مدعومة، يصل نسبة الدعم الحكومي إلى 94%. إنه التسعيرة هي ذات التسعيرة الحكومية المدعومة. التسعيرة مدعومة من الحكومة بنسبة 94%. ما دا أفهم، ممكن توضح لي أكثر؟ لأن أنا فهم على قدي. يعني شنو يشغل وش قد يطلع عنه؟ ثلاجة، مجمدة، غسالة، طباخ عتيق، تلفزيونات عدد 2، سكلاكات عدد 2، الماطور ماء، مكوات كهربائية، مراوح، مبردات عدد 2، طحين، خبز يابس، جميع أجهزة الإنارة، مكيفات 2 طن بحجم 2 طن. بس أوقف لحظة عيد لي الأخير. مكيفات 2 طن بحجم 2 طن. الله على التوضيح المفصل. مكيفات 2 طن بحجم 2 طن. زين هاي ال 2 طن يسمينه حجم 2 طن؟ لو حجم 2 طن ويسمين 2 طن. مو مهم. إذا شغلنا هذني كلهن ايش قد راح تطلع الورقة؟ بين 40,000 إلى 80,000 دينار. من 40,000 إلى 80,000 دينار. من 40,000 إلى 80,000 دينار. 40,000 دينار مو هواي على الفقير، وخصوصا إذا أراد الجابي يطبق الأيام مال 6 أشهر سوا. يعني الجابي ما شاء الله مثل امتحانات المدارس، عنده نص سنة ونهاية سنة. في باقي أشهر السنة حتى القائمة لا تتعدى 10,000 دينار. هي فقط 3 أشهر بالسنة أو 4 أشهر يستخدم المكيف. والرابع والخامس والعاشر زين ما يخالف اجي وياك. وبالشتاء نحرق تاير جوا السخانات لو نشغل على باتري كهرباء. حكوا سخانات على الطاقة الشمسية. واذا بقت اسبوع مغيمه ومطر وماكو شمس اخذ اللوحات الشمسيه على راسي واروح للسودان حتى اسباح. بس ما يخالف نتحمل اذا صدق مثل ما قال اصحاب المدرس الفاتوره تطلع 10,000 دينار بالشتاء. انا اجزم لك هذا خيال علمي اللي يتحدثون به. غير قاعد رايحه كامل الدبر. ترى ما داعي يسولف لنا عن فيلم افاتار الجزء الثاني. الرجل ده يوضح للمواطن معدل الصرف الشهري وش قد تطلع الفاتوره. 400,000 بدها تطلع للمواطن، 200,000 بدها تطلع للمواطن، 300,000 بدها تطلع، 700,000 بدها تطلع. ايش دا يسولف هذا؟ دا يسولف عن كوكب اخر، ما دا يسولف عن فواتيرنا وعن كوكب اخر. هي كل شيء يصير وزاره بكوكب الارض واللي يديرها قاسم الفهداوي، والثانيه بكوكب زحل واللي لازمها المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء مصعب المدرس. بس يا ترى اكو تناقض بين الوزير والمتحدث الرسمي؟ ان الكهرباء لا تفرق عن خدمات اخرى تقدمها الدوله مجانا مثل العلاج والتربيه والبطاقه التموينيه. لا توجد كهرباء مجانا. لا. رغباتنا جميعا هو ان يتمتع المواطن بخدمه مجانا. لا يوجد كهرباء مجانيه في العالم. زين سياده الوزير شنو الغايه من خصخصه الكهرباء؟ الحقيقه الغايه الاولى من هذا القرار هو الترشيد. نحن نقول للمواطن لا ترشد باستهلاك الطاقه ولكن خذ كفايتك. لا مو انتم لازم ترسون على البر واتفقوا
لو نرشد لو نصرف راحتنا. قد تم إقرار خصخصة التوليد وبدأنا أول خطوة في خصخصة عملية توزيع. هو ليس خصخصة، هو عقود شراكة مع القطاع الخاص. انتم مو اثنينكم تداومون بوزارة واحدة؟ يداوم مخالف، واحد صباحي وواحد مسائي. زين حتى لو هيك كان التقوا بالاستعلامات يم البصمة. إلى السفير الأمريكي طلبت منه أن تتدخل الحكومة الأمريكية لمساعدتنا في موضوع الكهرباء، وقلت له بالنص: أنتم دولة احتلت العراق وعملت الكثير ومعظم أعمالها هي ضرر، بالنتيجة أصبح ضرر على العراق. اي والله اي، واكيد السفير الامريكي خجل من نفسه وعرقت قصته ودنق وضميره كلش عنبه وقال لك يأس قاد. يعني اي والله. قال لي: كيف، ماذا تريد مني؟ قلت له: أريد منكم أن تتدخل الحكومة الأمريكية مع الشركات الأمريكية الكبيرة للدخول، يعني تقدم كفالة تضمن الحكومة العراقية. تلقاه قال لك: يا سيادة الوزير يا ابو محمد كان قلت من الصبح بعد ليش كل هالرزايل تأمر أمر. بعد حوالي شهر عاد لي وقال لي: لقد تم خلق الأرضية وأنتم الآن مدعومين من الحكومة الأمريكية. وجلب الشركة وجلسنا معهم وقدموا عروض. الله، العاد ايش قد شريف هذا السفير الامريكي اللي خلى حكومته تكفل للحكومة العراقية وبدون اي ضمانات. يوجد 7 مليار دولار، هذه المبالغ حاليا محجوزة في الدي اف اي صندوق دعم العراق في واشنطن كضمانات منحت للشركات، والوزارة منذ أكثر من 3 أعوام تطلب من التي بي اي المصرف العراقي للتجارة بأن يسقطون هذه المبالغ من ذمة وزارة الكهرباء وإعادتها إلى وزارة المالية. مو هو اكو واحد بيكم يكذب، بس اكيد مو قاسم الفهداوي لان الرجل معروف بمواقفه الثابته، مو مثل بعض الناس اللي تلقاهم مثل الحربايه يوميا شكل ولون. هم مجرمين مطلوبين للقضاء أو هاربين من أحكام، وكانوا يتواجدون بشكل دائم. ولهذا عندما كان يطلب مني أن أشارك في هذه الاعتصامات تحت غطاء مشاركة أهلك في مطالبهم، كنت أرد عليهم بصور وأسماء لدي أن هؤلاء مجرمين ولا يمكنني أن أكون معهم. وين سلمان الجميلي، طافر العاني، لقاء وردي، عبد الرزاق الشمري، خلي يجون يسمعون. لا وبعد ايش كم يوم تلقى لافتاتهم الانتخابيه ترست شوارع: نحن ضد الطائفيه، نحن مع وحده الكلمه. ولك يا وحده يا اثنين، هنا تعرف الرجال اللي ما فد يوم غير موقفه لو على قصر رقبته. انا ادعوكم وادعو المتظاهرين ان يتعاملوا مع كل شخص يستخدم قانون المساءله والعداله بالرجم. يجب ان تكون عقوبته الرجم، يجب ان تكون تهمته وجريمته الرجم، يجب ان يرجم مثل ما يرجم الاخرين، يرجم بالحجاره الى ان يموت الشخص الذي يستخدم قانون المساءله والعداله. لا والمشكله مو لا المشكله بعد وزير وينزل حكومه.